أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. شوف كيفاش صنعت هاد الكاوية من مواد بسيطة جدا. كاوية قديمة تالفة غير صالحة، محروقة، عاودت الاستعمال ديالها من جديد. هاد الكاوية الإخوان المكونات ديالها بسيطة، غير خص يكون عندك راس من نحاس وريجيلاتور 5 فولت صافي وبعض الأسلاك. تبعوا معايا إخواني الفيديو من الأول حتى الآخر باش تستافدوا مزيان. هذه كاوية قديمة، الراس هنا مغناطيس تلصق على سكين، كاين هنا واحد تلصق وواحد ما تلصقش، يعني واحد حديد وواحد نحاس. اللي غنستعملو هنا هو النحاس اللي ما تلصقش، اما الحديد اللي تلصق ما خدامش معنا، نحيدوه ونحتفظوا بديال النحاس. نفكوا هذه الكاوية القديمة ونفصلوها، نرميو ما بداخلها. هنا عندنا سلكين من نحاس 1.5 ملم، ريجيلاتور أو منظم 5 فولت، بالإضافة إلى عازل حراري، ثم قطعة من السلك 1.5 ملم، بالإضافة إلى مسمار 2.5 ملم، يعني 2.5 ملم. تنحلو الكاوية بحال تناخدو الكركاز ديالها، الجوا ديالها فقط. أول حاجة تنفرقو هاد الجعبة هادي، نوسعوها، ندخلو العازل الحراري في سلك واحد، ونثبتوه مزيان على الرجل الأولى، الرجل الأولى ديال الريجيلاتور المنظم. وهذيك الرجل الأولى هي نورمالمون تيدخل لها الزائد، وحنا غنديرو العكس، ندخلو لها الناقص. الرجل رقم 1 تيدخلها الزائد، ورقم 2 الناقص جي ان دي، و3 هي السورتي. نثبت مزيان السلك على الرجل الأولى، نثبت مزيان، نورك عليه بالباس باش ما يمشيش يقطع. نغلفو بالعازل الحراري بهاد الطريقة هادي، ندخلو في الجعبة. ناخد السلك الآخر ونحتفظ بيه، غير يجي في الرجل رقم 2. نحتفظ بيه حتى الأخير. هذاك تيجي في الرجل رقم 2 اللي هو زائد. الكهرباء أو الضوء هنايا 12 فولت تدخل معكوسة. نقطع الرجل الثالثة، ما عندي بها غرض. هنا الضوء تيدخل معكوس، واحد اللي كان نورمالمون كيدخلو الزائد ولا تيدخلو الناقص، و2 اللي من الطبيعة ديالها تيدخلها الناقص دخلنا لها الزائد. 2 تيدخلها الزائد 12 فولت. ندخل مزيان الريجيلاتور حتى تقاد مع مستوى ديال الحديد.
تناخد هذا المسمار الصغير وتنكوديه من جهة، من بعد تندخلو الفوق ديال الريجيلاتور باش يكون فران. فران هذا هو اللي تيحبس المنظم او الريجيلاتور باش ما يبقاش يطلع الفوق. تيبقى شاد بلاصتو ما يبقاش يتحرك لا على اليمين ولا على اليسار. هذا كما نقولوا حنا بالدارجه سيركليبس. ندخل الراس في الجهه اللي لتحت ديال الريجيلاتور، يعني ما بين الريجيلاتور القطعه الحديديه ديال الكاويه، تيدخل لتحت ماشي الفوق، لتحت من جهة الحديد ديال المنظم. دخلو بالطريقة، تنكودي المسمار مزيان ونورك عليه شوية باش يزير على الراس ما يبقاش يتزعزع. والراس الاخوة اللي استعملت هنا راه ديال النحاس ماشي الحديد، ديال النحاس اللي استعملت هنا. الاخوان اللي عجبوا الفيديو يدير لايك ويبارطاجي مع الناس ويشترك في القناة باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ما بقى لينا الا ناخذ القطعه ديال السلك ونزيرو على الكاويه من الجهه ديال السلك اللي دخلنا في الرجل الاثنان. السلك الاسود اللي جا قويله دخل في الرجل الاثنان هو اللي دابا زيرت عليه السلك هذا، وغندير ليه شويه اللحام باش ما يبقاش يتزعزع. هنا الاخوان واحد الملاحظه، السلك كاين سلك ابيض واسود. الاسود انا درتو زائد والابيض ناقص، عكست الالوان معليش. المهم ركزوا على الزايد في الرجل رقم 2 والناقص في الرجل رقم 1. ما بقى لي دابا الا غنجمعها وندير تجربه ونشوف العمليه واش ناجحه معايا ولا لا. نجمع رد لها الفيسات ديالها. الاخوان لو بغيتي استعمل 12 فولت 5 امبير. 12 فولت 5 امبير، حيت هاد النوع ديال الريجيلاتور تيخدموا باقصى جهد هو 5 امبير. اثناشر فولت الا درتي 5 فولت ما غاديش تخدم معك هاد العمليه، حيت المنظم ما غاديش يسخن لك بضوء ضعيف. 5 فولت ما دايره والو. تقدر تسخن هي براسها، ويني باش تسخن لك الراس ديال الكاويه ما كنظنش. خاصك دير 12 فولت تعطيها الضوء اكثر من اللي في جهدها باش تسخن، طلع لها درجه الحراره اكثر وتسخن معها الراس. نجرب دابا نشوف مزيانه. تندير لها اللحام الصدور ذوباتو مزيان. هذا برا خدامه. نشوف هاد الكوندونساتور نصلها من طابلو مزيان. كوندونساتور واحده اخرى مزيان حيداتها
نعاود نشوف نجرب بها هادوك الثقاب ديال السيركوي، نعمرهم نشارجيهم بالصدور، نشوف واش غيدوب ليا الصدور هنا ولا لا. مزيان تيدوب. مزيان الخدامة مزيان. كتبقى التجربة أم الاختراع. نشوفكم في الفيديو الجاي، الله يعاون.